برنامج عطائكم لعيال الله. الحلقة الثالثة اليوم توجهنا العائلة أحد أرياف الدغارة. والله الحقيقة صدمة من وصلنا لهاي العائلة. هاي العائلة معتهم ما يقارب شهر أن أزور هاي العائلة، ولكن إجا اليوم رزقهم، والحقيقة صدمة لو أعرف بنفس اليوم زايريهم ومطلعين عليهم. أبو فلانة ما أقدر أذكر اسمه، أبو فلانة حالته مأساوية، صاحب 7 بنات، عائلة ملتزمة دينية والكل صايم، حتى البنات الصغار صايمات. هاي العائلة قنوعة كلش، وشون عايشين ما أعرف. تشوفون قدامكم هذا البيت اللي عايشين بيه، ثقوا لا أرضية، البيت كله بيه فقط قلوب واحد، غراضهم كلها مطشرة بالقاع على التراب، حتى فراش ما عندهم. وضعية جدا مأساوية، وضعية يرثى لها، وعائلة متعففة مستحقة مؤمنة ملتزمة دينيا، عائلة طيبة من أهل الله فقيرة. فعائلة أبو فلانة مثل ما تشوفوها وصلنا لهم، وخذنا لهم اللي قاسم الله، مواد غذائية، مخضر، لحوم بأنواعها، بالإضافة إلى مبلغ مالي. هذا المبلغ مقدم من مدرسة الدغارة للبنين الابتدائية، من الكادر وبصورة عامة، المعلمين المعلمات، محاضرين محاضرات، فجزاهم الله خير الجزاء. وإن شاء الله إن عودة بعد رمضان العائلة أبو فلانة حتى نكمل لهم البيت إن شاء الله بفضل الله وأهل الخير. أعرف أنا هسه ما راح تعوفون أبو فلانة، وأكثر من واحد راح يراسلني يقول لي من تشتغل ببيت أبو فلانة، أني وياك، فجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم. احنا عندنا فكرة او برنامج اسمه برنامج عطاكم لعيال الله. هاي اهل الخير بصورة عامة، الناس اللي تتابعني وتشوف اعمالنا، تساعد هاي الناس المتعففة والناس الفقراء والناس المحتاجة. انا للامانة ابوكم من زمان وعدت على جاية، بس ما اعرف انه هيك وضعيتكم. للامانة من جيت انصدمت. انا والله العلي العظيم من هناك حسيت هذا البيت الكم، والحقيقة يعني كنت انه اقول اتمنى برك الله يطلع مو انتم، بس للامانة والله انصدمت وضعيتكم. فنقول الله يعينكم ان شاء الله، والله يساعدكم بحق محمد وآل محمد. هاي هدية او امانة، مبلغ مالي من مدرسة الدغارة الابتدائية للبنين، اللي هو كادرها استاذ حامد العاجل، والمعلمين والمعلمات والمحاضرين والمحاضرات بصورة عامة، جزاهم الله خير الجزاء. فهذا ان شاء الله هدية لكم، او لاحتياجاتكم الرمضانية ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. نسأل من الله من عندكم القبول بحق محمد وآل محمد. اضافة هذا راح ننقل صوتكم ووضعية البيت وشلون انتم عايشيها. أهل الخير إن شاء الله موجودين، بس مجرد إنه تجيهم اللحظة، بنفس الوقت رزق لأهل الخير ورزق للعوائل المتعففة، وأنتم إن شاء الله تستحقون هاي المساعدة إن شاء الله. تفضل أخواتي العزيزة، وجدا عذرينا من التقصير، وأنا والله العلي العظيم أرجع وأكرر ما كنت متوقع هاي الوضعية هيك، وأنا لو أدري كان اليوم اللي وعدت أبوكم إجيت، بس الحمد لله على كل حال إن شاء الله، واعذرونا عن التقصير. الله